ويلكم فيديو جديد. فيديو النهارده اللي احنا نجرب معاكم منتجات جميله جدا، بس مش واخده حق اعرفكم بالسلسله دي من قبل ما ابدا. يعني السلسله دي بتبقى نص منتجات انا عارفها وجربتها وكويسه، وبنجيب النص التاني انا معرفوش عشان يبقى فيه حماس في الموضوع. يعني مش كل المنتجات انا عارفها وافضل اقول كلام انا اصلا عارفه في منتجات. يعني للامانه يعني في اتنين اول ما سالتش عليهم حد ولا كده، الاتنين دولت. وخصوصا اكتر حاجه شدتني لهم هم شكلها كويس اصلا من بره، ودي سعرها 2 جنيه، والتانيه برضو سعرها 2 جنيه، سعرها كويس. واكتر واحده اترددت اللي انا اجيبها هي بيست. بيست الصراحه منتجاتها كويسه جدا. هو بيست دي طعمها كويس جدا جدا، وانا حاسس ان بيست مش واخده حقها الحق الكافي يعني. فيلا بينا بقى نبدا مع اول واحد معانا، ما تنساش تعملوا كالعاده. يلا بينا اول واحد معانا وهو شيبس لاين اللي بطعم الكباب ده. انا عمري ما جربته الصراحه، بس ناس كتير قالت لي اللي هو كويس. ده سعره 3 جنيه الحجم بتاعه يعني. هي ريحته كباب وريحته كويسه يعني. ده شكله هو. يلا بسم الله. اول واحد معانا شيبس لاين اللي بطعم الكباب ده. الصراحه طعمه كويس ويكاد اللي هو يكون كويس جدا، بس هنا في نقطه بسيطه، الملح زايد سنه. بس الكباب طعم الكباب باين فيه. اول اصلا ما فتحته ريحه الكباب كده طلعت. الشيبس ذات نفسه طعمه كويس، بس هي نقطه الملح اللي زي ده بسيط كده. عادي عادي ماشيه يعني، اللي هو في ناس ممكن ما تحبهاش. انا ما اتضايقتش منها، طعمها كويس عادي. طعم الشيبسي طعمه كويس، وانا كاول مره اجربه لا عجبني واشتري منه تاني وكويس يعني. فيلا بينا نخش اللي بعده. يلا بينا تاني واحد معانا، وده فشار واسمه بوبوس. انا ما اعرفش هو اسمه كده يعني، اسمه هو. ده من شركه فوكس. ده بطعم الفلفل الحلو، كان مكتوبه هنا بطعم الفلفل الحلو. يلا بينا نفتحه ونشوفه. ده سعره 5 جنيه. ده شكل الفشار اهوت. هي ريحته يعني يعتبر كان فيها سن شطه الاول، بس دلوقتي مش شاممها. يلا بسم الله. بصوا تاني واحد معانا اللي هو الفشار اللي هو اسمه بوبوس ده. الصراحه طعمه كويس جدا جدا، وطعم الفلفل الحلو ده انا اول مره اجربه في الفشار. انا اصلا بحب الفشار جدا يعني. انا بشتري فشار لوحده واعمله في البيت. بجيب اكياس فشار واعمله. اكتر واحد باكله اللي انا جايبه النهارده جاكور ده. ما جبتوش قبل كده، بتهيألي جربته في منتجات اول مره اجربها، وكنت اول مره اجربها ساعتها. لا في المنتجات جميله جدا. ده انا جبته عشان طعمه كويس وعلى طول باكله يعني. الصراحه الفشار ده طعمه كويس. طعم الكاتشب باين فيه طعم كاتشب او صلصه كده. هو بطعم الفلفل حلو، فيه سنه سبايسي محدش يلاحظها الا قليل يعني، مديها طعم حلو للاكل. الصراحه الفشار مجملا طعمه كويس، ورشحه لك اللي انت تشتريه وتشتريه قوي يعني، اللي انت بتحب الفشار. فيلا بينا نخش اللي بعده. يلا بينا ثالث واحد معانا هو اسمه ناتشوز. ده بطعم البابريكا. هو انت كده لما تشوفه تقول ده تقليد لدوريتوس. لا هو مش تقليد لدوريتوس. انا جربته قبل كده في منتجات اول مره اجربها اللي بالجبنه، كان شويه تقليد لدوريتوس. امال بطعم البابريكا ده مش تقليد لدوريتوس. مفيش طعم بالبابريكا في دوريتوس. الصراحه كنت جربته وكان طعمه كويس، فقلت لازم يستحق اللي انا اجيبه في ديت يعني. هو الطعم اللي يعتبر فيه فلفل كده. البابريكا هي الفلفل يعني. ده شكله اهوت وعليه نقط سمرة كده. يلا بسم الله. وبص كل اللي انا اقدره لك عن اللي بطعم الناتشو ده اللي هو هيعجبك وهيعجبك جدا. الصراحه طعمه ما يوصفش يعني بدقه يعني. هو طعم الفلفل الحلو باين فيه. طعمه كويس وميكس كده يعني، اللي هو هم عاملين لك حاجه كويسه تاكل وانت ساكت. هو طعمه كويس الصراحه، ومش تقليد لدوريتوس خالص. ويعني اللي هو انا اول ما جبته تاني، ودي تالت مره اجيبه. صراحه طعمه كويس، واشتري منه كتير يعني. قلت ايه يعني الفتره اني لسه مجربه بقالي اسبوع، لا هشتري منه كتير يعني قدام يعني. صراحه طعمه كويس، وينافس توريتوس برضك يعني. مش قوي يعني، بس ايه تمام. يلا بينا نخش على اللي بعده. يلا بينا رابع واحد معانا هو جاجور. وده بطعم الجبنه. الصراحه اكتر واحد بشتريه في كل الحاجات اللي انا جبتها النهارده. ده سعره 5 جنيه. ده شكل الفشار اهوت. معرفش باين ولا لا يعني. يلا بسم الله. بص جاكور مش محتاج اكله عشان اعرفه، لا انا حفظت طعمه من كتر ما اكله يعني. انا لما احب اتفرج على فيلم هو جاكور معايا، او فشار من البيت، لا ده لا ده يعني. ما بخشش لحل تالت. ممكن بقى لما نعمل احسن فشار في مصر كده يبقى نخش لحاجه تالتة او كده يعني. ما اعرفش يعني، بس الصراحه طعمه كويس جدا. طعم الجبنه فيه باين في الفشار ذات نفسه. طعمه كويس كده يعني. الميزه اللي فيه اللي هي بتبقى عن البيت، اللي طعم الجبنه باين فيه قوي، وهم عارفين يعملوها كويس يعني. الصراحه بيبقى افضل من البيت بسنه بسيطه، بسبب حته الجبنه دي. الصراحه طعمه كويس، ولو انت بتحب الفشار هيعجبك جدا جدا جدا، وانت اول مره تجربه يعني وما تعرفش.
فيلا بينا بقى نخش على بعده. يلا بينا نخش بقى على الحلو. احنا خلصنا السناكسات يعني. ديت حجمها، هي حجمها صغير بس انا حاسس ان هي هتبقى كويسه، معرفش ليه. دي سعرها جنيه ومكتوب عليها السعر يعني. هي بسكوتة وما بين من فوقها شوكولاتة. ده مرسوم عليها الأهرامات وجمل ونخل. معرفش بقى هتبان في الكاميرا ولا لأ، يا رب تبقى باينة. ده شكلها يعني شوكولاتة ومرسوم عليها الهرم وكده، ومن ورا بسكوت. ندوقها يمكن تبقى كويسة، وعشان الأهرامات تبقى كويسة. الله بسم الله. هي بص، من غير ما يبقى طعمها كويس فانا اقول هي كويسة بالأهرامات، بس هي الصراحة طعمها كويس، الشوكولاتة باينة. طعمها كويس، طعم الشوكولاته باين كده، ومش اللي هو شوكولاته مره وكده. في شوكولاتات بتبقى مره، معرفش ايه السبب. مؤخرا كنت باكل شوكولاته بجربها حاجات جديده بلاقيها مره يعني. ده اول مره اجربها. والبسكوت ذات نفسه كويس وحلوه. رسمه الهرم دي الصراحه طعمها كويس. وسعرها جنيه، سعرها جنيه، سعرها قليل يعني. بس هي حجمها صغير، بتاكلها في قطمتين، اعمل حسابك يعني. فيلا بينا بقى نخش على اللي بعده. يلا بينا. واحد معانا في الحلو ده اسمه ميمو. انا ما جربتهاش ولا حد قال لي عليها كويسه، بس انا شفتها من شكلها قلت اجيبها وخلاص. دي سعرها 2 جنيه. قلت حاسس ان هي تبقى كويسه يعني. معلش هنفتحها بقنا يعني. حتى بتتفتح بالعافيه. ما علينا، الكيس متغلف كويس. ده شكل الشوكولاته اهو. يلا بسم الله. هو بص، هي طعمها كويس، بس ده انا اعرفك عليها يعني. التعريف اللي هم كاتبينه كراميل بالفول السوداني والسمسم. ده الفول السوداني والسمسم ده انا لاحظتها الصراحه. والكريسبي ولا معرفش ايه، ما علينا يعني. ومغطاه بالكاكاو. الكريسبي ده ما لاحظتهاش يعني. الصراحه انا اعرف السمسم والفول السوداني الصراحه طعمها كويس. والكراميل اللي باين فيها، بس الشوكولاته اللي بره مش حلوه قوي. بس قصد الحاجات اللي موجود فيها كلها مجملا على بعض وسعرها 2 جنيه، لا شوكولاته طعمها كويس. ويعني اللي هو ايه، اشتري منها. احنا وعدنا بنقول على حاجات كتير هنشتري منها. مش عارف، من كتر الحاجات اللي جربتها في حاجات كويسه جدا. اتضح لي اللي في حاجات كويسه جدا واحنا ما نعرفش عنها حاجه. واحسن من منتجات مشهوره كمان. فيلا بينا بقى نخش على بعده. يلا بينا. تالت واحده معانا في الحلو وهي شوكولاته، ودي اسمها الديزل. اسمها ديزل، اسمها مش الديزل، ديزل. الديزل ده اسم فيلم يعني. دي شوكولاته وسوداني وكراميل ونوزل. يلا بينا نفتحها ونشوف فين متأمل فيها خير. هي سعرها 2 جنيه يعني. شكلها اهوت. يلا بسم الله. هو بص الصراحة طعمها مش كويس ويكاد يكون وحش. هي أول مرة أقول اللي فيه حاجة وحشة في منتجات جميلة جدا. ديت أنا جبتها من دماغي. هي واللي فاتت، اللي فاتت طلعت كويسة. دي الصراحة ما طلعتش كويسة. السوداني ذات نفسه مر، والكراميل ذات نفسه حاسس حاجة شبه الكراميل كده مرة برضه. طعمها مع الوقت كل مدى بيزداد وحوش يعني. كل ما انت تمضخها تاكلها في بقك كده كل الموضوع يبقى صعب. الصراحة طعمها مش كويس. وغلطة مني اللي أنا جبتها. ومش عاوز اظلم الشركه، معرفش يعني بيجيبوا عندهم منتجات تانية كويسه ولا لا. بصراحه دي ما عجبتنيش. فيلا بينا بقى نخش على اللي بعدها. يلا بينا. اللي قبل الاخيره بقى معانا هي هوز. هو بص كده كده انا واثق ان هوز ما بتعملش حاجه وحشه. مش عاوزهم يضيعوا الثقه ديت. كيكه شوكولاته الملفوف المحشيه والمغطاه بالكاكاو. انا الصراحه هبقى اول مره اجربها الوقت يعني. ده شكلها هو نفس الشكل اللي هو بتاع هوز اللي انا بشتريها على طول، بس معرفش بقى الطعم من جوه ايه. يلا بسم الله. بص هو هوز طعمها كويس جدا جدا. والكيكه ديت اصلا طعمها كويس. هي نفس الكيكه اللي هي الطبيعي بتاعت الفانيليا، بس الفرق اللي هم حشوها شوكولاته من جوه. هي نفس الكيكه اللي طعمها كويس بالكاكاو. هي نفس الكيكه الشوكولاته اللي هي من بره دي الصراحه. هوز بتبدع طعمها. اي حاجه في هوز تشتريها هتلاقي طعمها كويس. انا اثق في هوز 100%. صراحه كل حاجاتهم طعمها كويس. فيلا بينا نخش على اللي بعده. يلا بينا. اخر واحد معانا وهو بيست. وبالنسبه لي ده صديق الطفوله. اللي بطعم الكوكتيل دي يعتبر اكتر حاجه كنت بشتريها وانا صغير. هم الوقت عملوه في علب يعني. بص كده كده بيست منتجاتها جميله جدا، بس عشان مش واخده حقها. حاسس ان هي مش واخده حقها قصاد ما انا بحبها يعني الصراحه. فنشرب وندوق تاني زي ما بنشربها واحنا صغيرين. دي سعرها بص، في حتت اماكن بيبيعوها ب4 جنيه وفي اماكن بتبيعها ب5 جنيه. بس انا المره دي شاريها ب5 جنيه. المره اللي فاتت كنت اشتريتها ب4 جنيه. يلا بسم الله. هو بص كوكتيل كده كده طعمها كويس، بس انا حبيت اقول لكم اللي هي يعني لو ممكن من احسن يعني لو حبيت تجيب من كل نوع عصير وتجيب 3 عصاير هتلاقيها موجوده فيهم اللي هو بطعم الفواكه دي. وهم عملوا طعم المانجا وعملوا طعم الجوافه. وكده كده كان عندهم طعم التفاح. معرفش عملوا اطعمه تانية ولا لا. كل الاطعمه اللي انا جربتها عندهم جربت المانجا والجوافه الصراحه طعمهم كويس. كل حاجه عندهم كويس الصراحه. انا بفكر ان انا اعمل
مقارنه مثلا ما بين منتجات بيست بالاطعمه بتاعتها ومنتجات سانتوب. الاتنين مشهورين جدا. لو انتوا حابين مقارنه شكل ديت اكتبوا لي في الكومنتات. مشكله بقول اكتبوا لي في الكومنتات فمحدش بيكتب، فانا بعملش بقى يعني اللي بعمل الفيديوهات بتابع الترتيب بتاعي. لو انتوا كتبتوا في الكومنتات اي حاجه عاوز حد فانا بكتب له بعملها له على طول. فيلا بينا بقى نرتب لكم. اول حاجه هنرتب السناكس ايه اكتر حاجه عجبتني، وبعدين نركب الشوكولاتات، وهنحط ديت مع الحاجات الحلوه وهو هتحط اول واحد يعني عشان اكتر واحد بحبه الصراحه. فيلا بينا يلا بينا. ده ترتيبي الاحسن الحاجات اللي عجبتني النهارده وكلهم كويسين. لو انت تلاحظ ده اول واحد بدأنا بيه وقلت طعمه كويس جدا، ده دليل ان هم كويسين جدا كلهم، وده الترتيب بتاعهم. اكتر واحد هو جاجور اللي بتاع الفشار ده، والصراحه كنت متوقع اللي هو ياخد المركز الاول، بحبه جدا. تاني واحد اللي هو بوبوس ده، الصراحه طعمه كويس واسمه غريب يعني. الصراحه طعمه كويس كفشار، اول مره اجربه وطعمه كويس. انا اصلا بحب الفشار جدا فما تستغربش ان انا حاطط دول في. ممكن تختلف معايا في الترتيب بس مش هتختلف معايا، الحاجات ديت حلوه يعني. الناتشوز ده الصراحه طعمه كويس كويس، كل حاجه فيه طعمها كويس اللي هو طعمه كويس. هنا برضك اللي هو بالكباب بتاع اللاين اللي بالكباب ده الصراحه طعمه كويس وهشتري منه تاني. انا اول مره اجربه النهارده معاكم يعني. فيلا بينا بقى نرتب لكم ايه الحاجات الحلوه اللي عجبتني النهارده. يلا بينا. بصي ده ترتيب الحاجات الحلوه اللي عجبتني النهارده. احنا خرجنا واحد اللي اسمه الديزل ده، الصراحه طعمه مش كويس. اول مره تحصل ان احنا نخرج حاجه يعني متبقاش اللي هي مش كويسه في المنتجات جميله جدا دي. هوز الصراحه طعمها كويس بالترتيب يعني كده. هو بيست انا مش عارف احطه مع مين يعني، فانا حطيته معاهم وهو احسن واحد في دولت. بس انا مش، انا برتب الحاجات الحلوه. الوقت ده اللي مرسوم عليها الاهرامات، الصراحه طعمها كويس جدا وانا عاجبني رسمه الاهرامات يعني والنخل. وديت برضو الصراحه الشوكولاته دي طعمها كويس الصراحه، ودي سعرها 2 جنيه كويس يعني. البيست ذات نفسه اللي هو بالفواكه ده مش محتاج اقول حاجه عنه، هو طعمه كويس جدا يعني. لو انت وصلت لغايه هنا فشكرا جدا ليك اللي انت وصلت لغايه هنا. ولو انت وصلت لغايه هنا وما عملتش لايك فعيب عليك يعني. فلو انت وصلت لغايه فاعمل لايك واشتراك في القناه وبس كده. سلام.